السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنرجع مع بعض بوصفة جميلة اللي هي هنعمل النهاردة السمك البلطي. بنجيب السمك وطبعا تحت المية بننضفه بالخل والثوم، بالخل والملح والليمون. تحت المية بننضف السمك كل هيته بيكون جميل. بعد كده هنعمل النهاردة السمك ده بطريقتين، هنعمل طريقة في الفرن وطريقة للقلي. طريقة الفرن أول حاجة بنجيب بصلتين كبار بنقطعهم جوانح كده، وجزرتين كبار بنقطعهم، وحوالي عن 4 قرون فلفل أخضر بنقطعهم حلقات كده. دي طبعا هنحطه في الصينية وهنعمل له خلطة جميلة النهاردة. هنبص على السمك مع بعض نشوف هنعمل ايه. ادي الصينية بنحط فيها البصل والجزر والفلفل الأخضر كفرشة تحت كده، وطبعا لسه هنحط برضو خضار اللي هو بقدونس. ادي كده الصينيه جاهزه ان احنا نحط فيها السمك. تتبيله السمكه هي معايا النهارده بهارات فلفل احمر. طبعا احنا كنا عاملين حلقه قبل كده عن معجون الصلصه الحمراء والفلفل الاحمر. وادي البهارات معايا شطه وكاري وبابريكا، ومعايا خلطه فلفل اسمر على كمون على بقدونس على كزبره على ملح. ادي الصينية نحط فيها كل المكونات، وان شاء الله نجيب السمك. بنفتح السمك طبعا. قلنا النهاردة هنعمل طريقتين للسمك، سمك هيكون في الفرن طاجن في الفرن، او سمك في الصينية، وسمك هيكون مقلي. بنجيب السمك طبعا. السمك اللي هعمله النهاردة طبعا سمك صحي جدا. سمك هنعمله بطريقة صحية جدا يعني. وهنحشيه خضار وهنحشيه بصل وادي الكزبرة او البقدونس قطعنا حوالي عن حزمة بقدونس كده، حطينا نصها على في الصينية، والنص التاني هنحشي بيه السمك. طبعا الوصفة اللي هي بتاعة السمك اللي هو يخش الفرن ديت مش هنحط زيت ولا اي حاجة، هتكون طبعا وصفة صحية للي عايز يعمل دايت او عايز يظبط اكله. طبعا ديت مفيش اي فيها سعرات حرارية، حاجات جميلة جدا. بنجيب السمكة بنفتحها بالسكينة 3 فتحات من جانب كده، عشان طبعا تتشرب الخلطة اللي هنعملها وتستوي بسرعة وما يكونش فيها اي زفارة. بعد ما نضفنا السمك وجبناه فتحناه من جنب 3 فتحات، نبدأ نجيب الخلطة البهارات ديت ونبدأ نرش بيها السمكة من جوه ومن بره ومن البطن ومن الجوانب، تاخد من جميع التتبيلة اللي معايا تتبيلة اللي هي البابريكا والكاري والشطة الحمراء والأبيض. دي مجموعة من فلفل أسمر على كمون على كزبرة ناشفة على ملح. بندخل المكونات دي كلها في السمك من جوه، اللي هي خلطة التتبيلة ديت في السمك من جوه عشان السمك كله ياخد طعم التتبيلة. بعد كده بنجيب معجون الفلفل الأحمر. طبعا الفلفل الأحمر ده يا جماعة عليه توم وعليه معجون طماطم وفلفل أحمر، كنا عاملين حلقة قبل كده، اللي حابب يرجع ليه الحلقة. وقلنا هنستخدم المعجون الطماطم في حاجات كتيرة واستخدمناه في حاجات، وادي لينا نستخدم اهوت، وإن شاء الله يا ريت تعملوه عشان في وصفات كتيرة هنجربها مع بعض. بنجيب السمكة ندهن بيها، او نجيب الطماطم او المعجون ده ندهن بيه السمكة كلها من جوه، خلطة معجون الفلفل الاحمر ده. ونجيب شوية خضرة ونحطها في قلب السمكة من جوه كده، وشوية بصل على شوية فلفل اخضر. ادي نحشي السمكة بطن السمكة من جوه خضار، ونجيب شوية بصل فلفل اخضر، واللي حابب يحط جزر. وادي طبعا اللي معايا شوية ليمون متقطع دواير كده، بنحطهم في الفتحات اللي احنا فتحناها في السمك. الفتحات اللي احنا عملناها في جنب السمك كده بنبدأ نغرز فيها شرايح الليمون. طبعا شرايح الليمون بتساعد على ان لو في اي زفار ولا حاجة غير بتدي طبعا فليفر او طعم جميل جدا للسمك. قلنا الوصفة ديت صحية جدا للي حابب يعمل نظام غذائي مفيش فيها اي نوع من انواع الزيت ولا اي حاجة. هي على طول لوحدها كده تستوي منها فيها
طبعا بيكون طعمها يا جماعة تجربوها، والله حاجة جميلة جدا، يا رب تعجبكم يا رب. نبدأ نجيب حلقات الليمون ونحطها في الفتحات كده، وادي الوصفة جاهزة ان احنا نحطها في الصينية. طبعا عشان الخضار ده كله يستوي لازم ورق فويل، لازم تتغطى بورق فويل، عشان لو ما تغطتش السمك هيستوي والخضرة مش هتستوي، او الخضار اللي تحت ده كله، فلازم ورقة فويل كده نكمرها كمرة حلوة كده، عشان البخار اللي هيطلع من الصينية ده هو اللي هيسوي لنا البصل والجزر والفلفل الأخضر والسمك بالحشوة اللي جوه كمان. على طول على الرف التحتاني بنسيبها ربع ساعة، ونطلعها في الرف النص كمان ربع ساعة، وتستوي على طول إن شاء الله. ديت أول وصفة معايا في السمك اللي هو البلطي. تاني وصفة هنعمل بنفس السمك برضو، هنعمل سمك مقلي، يعني هو نفس السمك هنعمل منه سمك مقلي. نفس الحركة برضو، بنجيب السمك ونبدأ نفتح له فتحات في الجنب كده، عشان طبعا لما يتقلي في الزيت، الزيت يستويه من جوه كل هيت، ويكون طبعا كريسبي وطعمه جميل جدا. وعلى طول نفتحه من جنب كده بالسكينة، وعلى طول بهارنا الجميل هو الفلفل الأسمر مع الكمون مع الشطة، ونبدأ ندعك بيها السمك كلها مع الكاري. ندعك السمك كله بخلطة التوابل دي كلها من جوه ومن بره ومن الفتحات. ونبدأ نجيب معجون الطماطم او معجون الفلفل الاحمر اللي احنا كنا عاملينه، ونبدأ برضو ندخله في السمكة من جوه، وبعد كده يكون جاهز ان احنا نبصمه فيه الدقيق. معاه دقيق طبعا بنحط عليه مجموعة البهارات، شوية بهارات اللي احنا كنا اشتغلنا بيهم، وندعك الدقيق كده، وبعد كده نجيب السمك نبصمه في الدقيق على طول. ويكون حاطين طاسة على الزيت، يكون زيت طبعا متولع عليه، عشان السمك ينزل على طول في الزيت، يكون زيت سخن. طبعا السمكة بننزلها فيه الدقيق، والدقيق واخد من التوابل برضو، يبقى السمكة واخدة من التوابل من جوه ومن بره ومن الدقيق كمان، يعني طعم الدقيق بيكون على السمكة جميل برضو. بننفض السمكة حلو من الدقيق، وعلى طول على الزيت، يكون زيت سخن، وننزل فيها السمكة تتحمر. أول ما تاخد وش من جانب، طبعا تظهر من جوانب كده إن هي اتحمرت، نقلبها على طول على الوش التاني، طبعا نقلبها بحرص. الفتحات اللي احنا عاملينها في الجانب ديت بتكون بتدي ان السمكة تستوي من جوه، بتكون طعمها جميل جدا. والطبق الدقيق اللي فوق دي بتديها طعم كريسبي شوية كده، غير ان الدقيق اللي هو المحطوط عليه الخلطة المحطوط عليه، طبعا طعم الدقيق نفسه بيكون جميل مع الخلطة اللي احنا حشينا بيها السمك ديت. ادي السمك على النار اهوت، هنقلبه دلوقتي مع بعض، وهنطلعه وهنطلع الفرن، ونشوف الصينية في الفرن هتكون عاملة ايه. بالراحة خالص بنقلب السمك ياخد لون حلو كده، والسمك دلوقتي جاهز ان هو يطلع. وطبعا بنحطه على منديل او على شوية ورق كتب ولا حاجة كده عادي، يتشرب الزيت، يمص الزيت كل هيته اللي فيه. وادي كان فيه سمكتين كمان باقيين، وعلى طول لما يتحمروا هنطلع السمك، وهوريكم الوقت المنتج النهائي للسمك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا ريت يا جماعة مش تنسونا من لايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان الفيديو والقناة تكبر بيكم ان شاء الله. هنشوف دلوقتي المنتج النهائي بتاع السمك. ادي السمك بعد ما اتقلى في الزيت اهوت، شكله جميل، وزيناه بشوية بقدونس من فوق كده. وطبعا الفرن هنطلع دلوقتي الصينية مع بعض وهنبص عليها. اللي حابب يستفسر عن اي سؤال عن اي حاجة، انا تحت امركم، برد على اي حد يكتب لي في التعليقات تحت، وانا تحت امركم. وان شاء الله احنا مكملين مع بعض. ادي الصينية هي طلعناها هي مباشرة هي على طول، اكيد الريحة وصلكوا هي. ادي لسه طالعة مبخرة هي، حاجة جميلة جدا، طعمها جميل بجد. وديت كانت احسن من المقلي كمان، هي الصينية ديت كانت احسن من المقلي، طعمها كان روعة بجد، يا ريت تجربوها. وطبعا زي ما قلنا طريقة صحية، مش فيها اي زيت ولا اي زيوت ولا اي دهون ولا اي حاجة، هي كده. والخضار اللي تحت استوى، والسمكة من جوه استوت، كانت حاجة بجد جميلة. وهنشوف دلوقتي السمكة وهي مستوية.
ادي اهيت طبعا لسه سخنه اهي، السمك مستويه جامد اهيت، لحمه السمك من جوه مستويه. يا ريت يكون الفيديو عجبكم.